سلام شباب. آيا صوفيا دائما احنا بنحكي جامع آيا صوفيا، لا هو اسمه جامع آيا صوفيا الكبير، لأنه أصلا آيا صوفيا هي اسمها آيا صوفيا الكبرى أو آيا صوفيا الكبير، لأنه في آيا صوفيا الصغرى أو الصغير، وفي آيا صوفيا الأول اللي هو كان في كنيسة جنب كنيسة آيا صوفيا. بالمناسبة قبل بناء آيا صوفيا تم بناء كنيستين، والكنيستين تم حرقهم وهدمهم بسبب التمردات اللي صارت في بيزنطة. طيب آيا صوفيا الكبير اللي هو وراي هذا تم بناؤه بأمر من الإمبراطور جوستنيانوس الأول، وكان هذا في تقريبا 532 إلى 537 للميلاد. هذا المكان استغرق بناؤه 5 سنوات و10 أشهر. هذا البناء تم جلب الأعمدة وبعض مواد البناء من العديد من أطراف الإمبراطورية البيزنطية، يعني في بعض الأعمدة تم إحضارها من مصر، في بعض الأعمدة تم إحضارها من شمال إفريقيا، يعني من المغرب، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من مصر، من بعض الأماكن هنا وهناك مترامية الأطراف الأعمدة. لذلك لما نفوت حنشوف في فروقات بألوان الأعمدة وأحجامها وأطوالها. أيضا مواد البناء تم إحضارها، مواد التشييد الأساسية اللي هو بعض المواد اللي إلها علاقة بعملية بناء الطوب أو غيرها، البعض منها تم إحضارها من أماكن من خارج إسطنبول. شارك في هذا البناء روايتين، رواية بتحكي لك إنه أكثر من 1000 عامل شاركوا في بناء آيا صوفيا، وأيضا رواية بتقول لك أكثر من 10,000 عامل شارك في بناء آيا صوفيا. أنت بتحكي عن شغلة قبل 1500 سنة تقريبا، ما بتحكي إنه مبنى زي هذا ضخم أخذ 5 سنين و10 أشهر. أنا بعتبره زمن سريع جدا لبناء إشي زي هيك. هاي السرعة عملت مشاكل هندسية في البناء، منها القبة ومنها الأعمدة اللي بدهم يحملوا السقف الكبير هذا والأوزان الثقيلة، وهذا كله حنحكي عنه إن شاء الله لما ندخل جوا. إلى اللقاء.